الانسان لو بيواجه الموت هيقول توكلت على الله؟ التحقيقات الامريكيه قالت ده دليل على الانتحار في واحده من اصعب حوادث الطيران اللي حصلت في مصر. اخر تسجيل صوتي في طياره قبل ما تقع كان مرعب. الساعه كانت 1:48 الفجر. الطياره كانت في مسارها طبيعي على ارتفاع 33,000 قدم جوه كابينه القياده. الكابتن احمد الحبشي ومساعده جميل البطوطي، طيار سابق في القوات الجويه وصاحب 15,000 ساعه طيران. قبل الكارثه بلحظات قال الحبشي بعد اذنك يا جيمي هروح الحمام، وراجع. خرج واتقفل باب الكابينه، وهنا كل حاجه بدات. كان ظاهر اصوات طقطقه وارتطام مكتوم، وبعدين قال البطوطي الجمله اللي حيرت العالم كله: توكلت على الله. وفضل يعيدها كتير، مش مره ولا اتنين، 10 مرات كاملين. وفجاه الطياره بدات تهبط بزاويه حاده مش طبيعيه. رجع الكابتن بسرعه للكابينه وظاهر صوته وهو مذهول وبيقول: في ايه يا جيمي؟ المشكله ان البطوطي ما ردش اصلا، وفضل يكرر برضه: توكلت على الله. وفجاه الحبشي صرخ وقال: انت قفلت المحركات، شد معايا شد معايا. وبعد اللحظه دي الصوت يختفي والتسجيل يتقطع. وبعدها بدقيقه بالظبط الطائره اختفت من شاشات الرادار ووقعت في المحيط الاطلسي. وبسبب ان الحادثه حصلت في مياه دوليه، بدا تحقيق مشترك بين وزاره الطيران المدني المصري والمجلس الوطني الامريكي لسلامه النقل، وده طبعا بناء على قواعد منظمه الطيران الدولي. ووافقت مصر انه يتولى المجلس الامريكي التحقيق الفني. بعد اسبوعين بس الامريكان طلبوا تحويل القضيه لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لانهم شاكين في وجود شبهه جنائيه. هنا مصر رفضت تماما، لكن برضه بداوا التحقيق. وفي التحقيقات ظهرت حاجات مرعبه. قالوا ان البطوطي هو اللي اسقط الطياره، والدافع انه عنده بنت بتحتاج علاج غالي جدا بتامنه الشركه، ففي حاله انه يموت وهو بيشتغل الاسره هتحتفظ بالتامين. وفي مارس 2002 خرج التقرير الامريكي النهائي وقالوا سبب الحادث مدخلات تحكم متعمده من مساعد الطيار جميل البطوطي. واتقفل التقرير لحد هنا، وشال العبء كله جميل البطوطي. مصر بقى رفضت التحقيق ده تماما، وقالت ان ده كان عطل مش انتحار. والتحقيقات المصريه وصلت الى انه كان في عطل ميكانيكي في نظام المصعد، وكمان اثار تمزيق في براغي الرافعات وخلل سابق في جهاز الدفع العكسي. والفكره بقى ان نفس العيوب دي اتسببت قبلها في سقوط طائره نمساويه عام 1991، واتقفلت برضو التحقيقات في الاخر ان الطياره وقعت بسبب عطل فني مش بسبب انتحار. لكن بعد كده ظهر تفسير تاني مرعب. واحد من الطيارين الالمان قرر انه يتكلم بعد ما كان متردد يقول اللي شافه او لا. قال انه شاف جسم غريب بيعدي جنب طيارته قبل سقوط الطياره المصريه بثواني بس. وهنا بقى ظهر اكتر تفسير مرعب. ابن شقيقه البطوطي قال الطياره كان عليها وفد عسكري مهم وخبراء في الذره وخبراء بترول، وقال بصراحه الطياره كانت مستهدفه بصاروخ. اغرب حاجه في القصه جمله توكلت على الله. الامريكان قالوا دليل انتحار، اسرته قالت ده دعاء واحد شايف الموت بعينيه وبيحاول ينقذ الطياره. لكن اللي حصل في النهايه ان الطياره وقعت و217 انسان ماتوا في لحظه. فوسط الاتهام الرسمي والنفي الرسمي لسه محدش عارف برضه هل كان جميل البطوطي فعلا بينتحر، ولو كان بينتحر ليه حاول يطلع بالطياره مره تانيه، وليه الحبشي كان بيصرخ ويقول شد معايا.